يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الأسود جيمنج. طبعا إن شاء الله اليوم يا جماعة عندنا مواقف محرجة صارت معي، فقابل لا تنسوا والاشتراك مشاركة المقطع حتى يصير كل جديد، وضيفونا حسابي على الانستغرام موجود بالوصف والتعليق، خلوا يا جماعة بالفيديو. اوكي يا جماعة. طبعا يا جماعة يوم ما قلت لكم يا جماعة راح اجيكم مواقف محرجة. طبعا يا جماعة راح اجيكم موقفين محرجين يا جماعة، يعني راح اجيكم بس موقفين، اظن يا جماعة الاثنين هبني اكثر اثنين يعني انحرجت بيهم. يا جماعة عندي موقفين جدا محرجات ويفشلن. فيا جماعة خليني ابدي لكم بالموقف. يا جماعه احدكم يا جماعه بالموقف الاول. طبعا يا جماعه هذا الموقف الاول صار يا جماعه بلعبه كلاش رويال. طبعا يا جماعه كذا اغلبكم يقول ان انتم، طبعا يا جماعه اغلبكم يقول انه وين الخجل بالموضوع، يعني وين الشيء المحرج بالموضوع. طبعا يا جماعه صبروا انتم بعدكم ما شايفين شيء، صبروا يا جماعه وهسه حتشوفون الحرج يعني. المهم طبعا يا جماعه هذه القصه صارت قبل تقريبا 4 سنين. فيا جماعه خليني ابديكم بيها. طبعا يا جماعه لعبه كلاش رويال. طبعا يا جماعه كنت بكلان، وشان يا جماعه بالكلان كان وياي صديق اسمه عباس. أه فالمهم يا جماعه ونحن بالكلان ضمت يا جماعه بنيه للكلان اسمها يا جماعه اسمها ساره، ما اسمها ساره. المهم يا جماعه ضمت الكلان. قلت لها شو اسمه صديقي عباس قال لها نورتي، وانا يا جماعه قلت لها نورتي. قالت لي بنورك يا هو اني، قالت لي بنورك انت يعني. فيا جماعه قلت له بنورك، قلت له بنورك يعني اكيد يعني. وبعد يا جماعه هنا انا صديقي يا جماعه كنا مطايه يعني، حاشاكم يعني حاشا السامع، كنا يا جماعه مطايه يعني كنا عقلنا زعطوط. المهم فيا جماعه يعني وبعد يا جماعه قالت لي ان انت كوسك عاليه ما شاء الله وشكلك يعني محترف. فالمهم هنا يا جماعه صديق عباس هنا يا جماعه اجت الخيره يعني يا جماعه هنا عصب، قال لها لا، قال لها لا اسكتي، لازم تحبيني اني مو هو. لك هي لعبه ولا حب الموضوع. المهم يا جماعه وبعد يا جماعه اني يعني غبي كنت، قلت له لا اسكت لك، هاي حبيبتي مو حبيبتك، حبيبتي مو حبيبتك. قلت له يا جماعه هاي حبيبتي مو حبيبتك لك تشب. وبعد يا جماعه هي قالت انه لا، انه هو اللي هو اني، قالت لي انه انت لا راح اسوي كلان باسمك وتعال هناك للكلان. ولا يا جماعه صديق عباس عصب باللعبه، قال لي انطفني والله لا. المهم يا جماعه يعني شتمني بالكلان. المهم يا جماعه هي غادت الكلان وقالت لي راح اسوي كلان اسمه باسمك بكلاش رويال، يعني اسمك باللعبه وتعال انضم للكلان. وبعد يا جماعه رحت للكلان مالتها. وبعدها يا جماعه شو اسمه ظلت تحشي وتقول لي ما شاء الله كوسك عالي اريدك يعني. المهم يا جماعه حكي يا جماعه على الفاضي. المهم يا جماعه ويا جماعه هاي يا جماعه الفتره صارت يا جماعه بالمدرسه، يا جماعه بالمدرسه. المهم يا جماعه ويا جماعه رحت ثاني يوم، رحنا رحت يا جماعه ثاني يوم. ويا جماعه هاي كانت صادف امتحانات نص السنه، يعني نص السنه يا جماعه كان صادف هاي. فالمهم يا جماعه رحت الامتحان، ويا جماعه وانا خلصت من الامتحان وطلعت، اجاني يا جماعه صديق عباس ولزمني من هنا وبدا يتعارك وياي، يقول لي شو اسمه، يقول لي عوف هاي لازم هي تجي يمي، ويعني واني محترم اكثر منك ويا حبيبتي مو حبيبتك. وبعد يا جماعه قلت له شبلك يا حبيبتي مو حبيبتك. ويا جماعه ظلنا نتضارب المهم يا جماعه ظلنا نضرب ضرب غبي. ظلنا نضرب يا جماعه. بعد يا جماعه اجوا الطلاب فكونا ودونا يا جماعه للمدير. ورحنا يا جماعه رحنا للمدير. وبعد ما يا جماعه رحنا للمدير. وبعد يا جماعه الطلاب وبعد يا جماعه المدير قال لي وبعد يا جماعه المدير كانت روحه طاقه، يعني يا جماعه امتحان نص السنه والمدير روحه طافره. وبعد يا جماعه المدير قال انه شكو ايش بكم متحركين. وبعد يا جماعه وبعد يا جماعه صديقي قال له انه هذا اللي هو اني، قال له انه هذا خطف حبيبتي. يا جماعه كنا صعطيت ما كنا نفهم شيء. ويا جماعه هو قال للمدير، قال له انه بخاطر حبيبتي. قلت له لا هو اللي خاطفها. وهذا يا جماعه المدير راد رجعنا بوكس بس بزلزم نفسه يعني. قال لي شنو يعني شنو القصه فهموني شو صار. انا قلت له للمدير انه لا يا جماعه هو قال له انه بلعبه كلاش انه هو خطف حبيبتي ووداها لكلان ودي يحكي وياها. وبعد يا جماعه المدير قال انه هذا يكلان. ويا جماعه قال له انه هاي بلعبه كلاش رويال. وهنا يا جماعه المدير بلقى ولازم نفسه من الضحكه. فالمهم يا جماعه وبعدين يا جماعه انا قلت له للمدير، قلت له لا كذاب انه حبتني اني لان كوسي عاليه ومن هالسوالف. وبعدين يا جماعه المدير ورجعنا راجتي ويا جماعه رزلنا وضربنا وطلعنا برا. وبعدين يا جماعه الزعل، زعلت انا وصديقي عباس ولحد هنا يا جماعه لحد هنا بعد ما ادري احكي اياه.
متخيلين يا جماعه ان هذا الموقف المحرج يا جماعه؟ وكانوا يا جماعه الطلاب واقفين برا، يعني برا الاداره ودون يشوفونه. وهنا يا جماعه الطلاب كلهم ضحكوا على الموقف اللي صار انا وصديقي يعني. ويا جماعه هذا الموقف الاول المحرج وش اسمه يعني ما اعرف احكي يعني. المهم يا جماعه هذا الموقف المحرج الاول ويانا. طبعا يا جماعه هذا الموقف يا جماعه انحرجت يا جماعه، يعني كل ما اتذكره انحرج واموت من الضحكه. يعني شلون يعني على مود لعبه تتعاركون يعني. المهم يا جماعه خلصنا من الموقف الاول، يا جماعه خلينا ندخل بالموقف المحرج الثاني ويانا. اوكي طبعا يا جماعه الموقف الثاني المحرج ويانا هم بالمدرسه يا جماعه يعني. المهم يا جماعه هم بالمدرسه، ويا جماعه هاي القصه يعني محرجه اكثر من اللي قبلها يعني. المهم طبعا يا جماعه كنت صف سادس ابتدائي يا جماعه، كنت وزاري يعني. المهم يا جماعه بصف السادس. المهم يا جماعه طبعا يا جماعه انا كنت بخط، يعني كنت اروح بخط وارجع بخط. المهم يا جماعه يوم من الايام وانا بالساحه لقيتكم يا جماعه، لقيتكم يا جماعه بنيه لون عينه خضر يعني يا جماعه. المهم لون عينه زرق. ويا جماعه انا قبل يعني مو هسه، قبل يعني لما كنت الزعطوط كنت يا جماعه اعشق بنات يا جماعه، كنت اعشق بنات يعني يعني حلوات وعيون زرق وخضر. فيا جماعه انا حبيتها يابا، اصبر لك يا حب يا جماعه فورا مو حبيتها عشقتها. المهم يا جماعه وطبعا يا جماعه مرت الايام ويا جماعه ويا جماعه يوم من الايام لقيتكم يا جماعه شفتها. وبعد يا جماعه انا ظليت اباوع عليها. وبعد يا جماعه هي دخلت الحانوت تشتري. وبعد يا جماعه هي طلعت من الحانوت ويا جماعه كنت صافن عليها على اساس غرقان بها على اساس يعني. المهم يا جماعه وانا صافن عليها باوعت علي، وانا يا جماعه ظليت صافن عليها فتره. وبعد يا جماعه درت وجهي ورحت. وبعد يا جماعه بعد يا جماعه يعني يا جماعه انا قلت خلاص هذا اللي ببالي صار يا جماعه. يا جماعه هيك تتخيل. المهم يا جماعه ويا جماعه بمرور الايام اكتشفت يا جماعه انه هاي نفسها قاعد دوم بالخط مالتي. او ماي جاد، او ماي جاد الحرج. المهم يا جماعه هي دوم بنفس الخط مالتي. فالمهم يا جماعه ويوم طبعا يا جماعه ظلت مره الايام. وبعد يا جماعه وبعد يا جماعه يوم من الايام طلعت من المدرسه وصعدت للخط مالتي. وبعد يا جماعه انا قعدت شو اسمه هذا، قعدت بالكيه. وبعد يا جماعه اجت قعدت قدامي. يا جماعه يعني شلون اشرح لكم يا جماعه؟ تعرفون الكيات يعني لما تصعد بالكيه هاي المقاعد الصغيره تكون قد يعني من هنا يا جماعه. انا قعدت بالطرف على الجام. ويا جماعه الموقف يعني ما اعرف يعني الصدمه انه قعدت قدامي ضبط. يعني يا جماعه هي اجت قعدت قدامي ضبط. ويا جماعه هنا انا قلت واتف يا جماعه انا قلبي وقع. ويا جماعه انا خجلت خجل مو طبيعي يعني. يا جماعه انا خجلت خجل مو طبيعي. وبعدها يا جماعه وبعدها يا جماعه شو اسمه وبعدها يا جماعه قعدت هي. ويا جماعه كل الطلاب صعدوا بالكيه. ويا جماعه ابو الخط انطلق يريد يا جماعه يودينا للبيت. ويا جماعه نحن قاعدين يا جماعه كنت قاعد يعني. وقاعد يا جماعه هي قاعده قدامي. ويا جماعه ما احكي لكم كميه المهم يا جماعه وانا قاعد يا جماعه فانكم الصار يا جماعه قامت بوا علي بنظرات. او ماي جاد يا جماعه اكتشفت انه هي هم تحبني. وطف يا جماعه اكتشفت انه هي هم تحبني يا جماعه. انتم متخيلين الموقف الغبي؟ المهم يا جماعه يا جماعه ظليت بوا علي وانا بوا عليها هيك يعني. وبعدين يا جماعه انا ظليت منزل راسي هيك اساسا من خجلان يعني غبي. والله يا جماعه ايش لو رجع بي الزمن اضرب نفسي راجدي اقول لك انت ايش تسوي؟ لك قوم اصحى قوم اصحى لك ايش تسوي بروحك؟ المهم طبعا يا جماعه احنا يعني بالطريق. ويا جماعه هي طلعت من جيبها شيء وطتني اياه يا جماعه. قالت ضمه. ويا جماعه بعد يا جماعه هي نزلت. وبعد يا جماعه انا رحت للبيت. وبعد يا جماعه انا رحت للبيت وشفت الورقه. اكتشفت يا جماعه رقمها على الواتساب. فما يا جماعه هنا فرحت قلت خلاص صح راسلها اخيرا. المهم يا جماعه طبعا يا جماعه وانا اتصلت عليها يا جماعه شايف لك. المهم يا جماعه وانا اتصلت عليها ويا جماعه اتصلت عليها. وبعد يا جماعه ظلينا نسولف يعني. وبعد يا جماعه قالت لي انه انا احبك يا جماعه خرط يا جماعه. انا قلت انا احبك وانت تحبي. المهم يا جماعه هذا الخرط يعني. وبعد يا جماعه يوم من الايام وبعد يا جماعه اتصل علي قالت لي انه تعال اريد التقي بيك بهذا المكان. حددت لي وقالت لي تعال بهذا المكان اريد احكي وياك. المهم يا جماعه رحت باليوم الثاني. طلعت من المدرسه من وقت ورحت لهذا المكان اللي قلت لي عليه. ويا جماعه والصدمه لقيتها هناك. فالمهم يا جماعه رحت هناك
قعدت يا جماعه بالمكان، قعدت يا جماعه بالكرسي، ويا جماعه قدامي، ويا جماعه ما احكيكم الغباء يعني كنا بيه يعني. ويا جماعه ظلت تحكي وياي وتقول لي انه انا احبك، واقول لها انه اني وقعت بحبك على اساس يعني. ويا جماعه قالت لي انه اني احبك من زمان بس انت ما تدري يعني وات شو وقت تحبيني واني. المهم يا جماعه قالت له انا احبك، ويا جماعه قلت لها اني احبك. المهم يا جماعه قلت له انا احبك، وبعد يا جماعه ظلينا نحكي حكي مال كبار بس ما ينحكي من احنا ساعطيط. المهم يا جماعه ظلنا نسولف، وبعد يا جماعه بعد يا جماعه طلعت، ويا جماعه سلمت علي، وتعرفون الصار يعني سلمت علي ورحنا للبيت. وبعد يا جماعه رحت للبيت، وبعد يا جماعه ظلت تعدي الايام، وبعدها يا جماعه اجى يوم من الايام غابت بي عن المدرسه. يا جماعه اجت يوم من الايام وغابت بي عن المدرسه، فانا يا جماعه خفت عليها. لكن انت من يا جماعه انا خفت عليها، اتصلت عليها بالموبايل، ويا جماعه اتصل عليها ما تترد. ليش ما تترد؟ بعد يا جماعه ظلت اتصل، وبعد يا جماعه انفتح فتحت. ويا جماعه انا ظليت يا جماعه انا حطيت الموبايل واقول له انه حبيبتي ايش بيك؟ ليش ما داومت اليوم؟ وايش بيك اليوم؟ ايش بيك مريضه؟ بيك ليش ما داومت اليوم؟ وبعد يا جماعه اقول يا جماعه صوت واحد خشن ورجل، اتوقع يا جماعه انه هذا ابوها، وقال لي منو حبيبتك لك؟ منو حبيبتك لك؟ وبعد يا جماعه انا كفيت اتصل وثبت الموبايل. وبعد يا جماعه انا خفت وقلت لا انكشفنا. وبعد يا جماعه ظليت قلق، يا جماعه ظليت قلق. وبعد يا جماعه قلت يلا شو بده يصير؟ زعطوط يا جماعه. انا قلت يلا شو بده يصير؟ رحت المدرسه يا جماعه، اجى واحد من الطلاب وقال لي تعال روح للمدير، المدير يريدك. وبعد يا جماعه رحت للاداره، ولقيتكم يا جماعه ولقيتكم يا جماعه ابوها وهي موجوده بالمدرسه، وما اجيكم يا جماعه يعني كميه الاحراج. وبعدها يا جماعه اجى المدير وبعدها يا جماعه قال لي انه انا راح اتصل على ابوك واقول له يجي هنا. وبعدها يا جماعه انا قلت خلاص انه هاي نهايتي. المهم يا جماعه اتصل المدير على ابويا وقال له تعال للمدرسه. وبعدها يا جماعه اجى المدير للمدرسه، و يعني حكى وياه يعني، وحكى ويا ابوها. وبعد يا جماعه ابوها قال لابويا انه هذا ابنك شنو قصته؟ يعني شنو هذا؟ يعني يعني شنو هذا ابنك؟ ما يستحي، ما يخاف يعني ما يستحي، ما عنده اخلاق، ما مربي انت. وبعد يا جماعه ظل يا جماعه يحكي ويا ابويا ويا جماعه بدأوا يعني يشدوا حكوا بالكلام. وبعد يا جماعه ابويا اعتذر لابوها وقال له سامحه بعد وصلوا من الزعاطيط. وبعد يا جماعه هم دا يسولفون يا جماعه، كنت واقف يم ابويا ويا جماعه كانت واقفه يم ابوها، وهم يا جماعه دا يسولفون. انا يا جماعه كنت اباوع عليه ويا جماعه جات تباوع علي. يا جماعه كنا نباوع على اساس انه نحن يعني متاثرين ببعض، على اساس يا جماعه انه خلاص حنفارق بعض يعني. المهم يا جماعه وكملوا الكلام. طبعا يا جماعه ابوي اعتذر الابو البنيه وقال له اعذرني هو بعدهم يعني زعاطيت من هذا الحكي. وبعد يا جماعه ابوي قال لي يا جماعه ابوي قال لي بس خلينا نرجع للبيت اذا ما ربيك. وبعد يا جماعه خلصوا الكلام، ابوي اعتذر لابو البنيه. وبعد يا جماعه رجعنا للبيت، وانا يا جماعه ابوي رزني وكتني المهم يا جماعه ويا جماعه غبت عن اليوم الثاني بالمدرسه. وبعدها يا جماعه رحت بعد يا جماعه ابوي كتني، ويا جماعه من قوه بس يا جماعه ما ابوي يا جماعه غضبان مني كان يقتلني. اجوا اهلي وقالوا له خلاص عوفه. وبعد يا جماعه ابوي قال اللي يتقرب راح احطه مكانه واقتله. وبعد يا جماعه ابوي كتني آه ما اعرف يعني كتني ورزني. المهم يا جماعه رحت يا جماعه غبت ثاني يوم على المدرسه، يعني ما اقدر اروح واحط وجهي قدام العالم. وبعد يا جماعه رحت المدرسه، وبعد يا جماعه اكتشفت انه البنيه راحت لغير مدرسه. ويس ويا جماعه هنا انتهى الموقف المحرج ما اعرف شيء. ويا جماعه انا راحت البنيه غير مدرسه، ويا جماعه كملت دراستي والحمد لله يا جماعه صار صف رابع اعداد الحمد لله. فيا جماعه وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى عجبكم المواقف وضحكتوا عليها يعني. فلسوا لكم الاشتراك وضيفونا حساب على الانستغرام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.